المنزل اللي معانا النهاردة لفتاة في العشرينات من عمرها. هنشوف مع بعض ايه اللي وصل المنزل للطريقة اللي شايفينها دي. هي كانت شغالة وحصل في شغلها مشاكل، فاضطرت من شغلها، فجالها حالة من الاكتئاب وصلتها ان هي بقت مش طايقة تعمل اي حاجة، وعادت عليها بطاقة سلبية، فاضطرت انها اهملت في بيتها غصب عنها، أثر عليها، فاضطرت تهمل في بيتها لحد ما وصل للمرحلة اللي احنا شايفينها مع بعض دي. المهم ان الجيران حاولوا يجيبوا لها ناس او شركة التنظيف تنظف لها المنزل، لكن طلعوا شركة التنظيف ناس كويسة. اول ما عرفوا ظروفها وحالتها اتطوعوا ان هم هينظفوا لها المنزل من غير مقابل يعني. فزي ما شايفين كده، رغم ان هي شركة التنظيف او الفتاة اللي قدامنا اللي بتنظف المنزل متطوعة ان هي هتعمله لها كده لظروفها او لحالتها النفسية، لكن بتعمل بكل حب، يعني كأن بتعمل منزلها، بتعمل بكل حب. وطبعا طول ما انت بتعملي الحاجة بحب وان انت حابه ان انت اللي تعملي كده، هتكون النتيجه افضل طبعا، غير ان انت بتعملي حاجه باهمال او بتعمليها غصب عنك، مش هتدي النتيجه المرضيه. زي ما هنشوف في اخر الفيديو، النتيجه هنشوفها في الفيديو، والبيت هيتحول تماما تماما. هي شقتها جميله، اي حد يتمنى ان يعيش في شقه زي دي، لكن هي غصب عنها طبعا الحالة اللي وصلت ليها من الاكتئاب هي اللي اضطرتها ان هي تهمل في بيتها وتسيبه للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. فطبعا ربنا يعفو عننا جميعا يا جماعة، الاكتئاب حاجة وحشة طبعا، والزعل، وربنا ما يكتبها على حد. خلينا بقى نشوف ازاي عاملة النظافة اللي معانا هترجع لها بيتها زي الاول وهتساعدها من غير مقابل. خلونا مع بعض نشوف. طبعا احنا شايفين منظر المطبخ والمكان كله. اللي فهمته من قصة الفتاة انها بقالها 6 سنين ما فكرتش انها تمسك اي حاجة او تعمل في بيتها اي حاجة، سايباه زي ما هو كده بالمنظر اللي شفناه وصل له ده من 6 سنين. طبعا سابت الزبالة زي ما احنا شايفين، سابت كل حاجة، الدهون وكل حاجة والزبالة، حتى كانت ما بتاكل او تشتري اي حاجة بترمي الزبالة مكانها، لحد ما شفنا المنظر في الاخر كده. شايفين المنظر وصل لحالة لا يرثى لها. المهم اننا اللي فرحنا كمان ان عاملة النظافة الصراحة تشتغل بهمة، وهترجع لها الحاجة كأنها لسه شارياها. الطريقة اللي هي شغالة بيها وحبها وهي بتشتغل، كأنها بتشتغل بتعمل حاجة لنفسها هي، يعني مفرحاني جدا الصراحة. فأنا بحب دايما ان الواحد لما يساعد حد ما يستهترش، ما يعملش بإهمال، ما يحسش ان لو هيشتغل يحس ان بيشتغل لنفسه عشان يدي الحاجة حقها ويطلع النتيجة المرضية. وزي ما احنا شايفين المنظر وكمية الزبالة صعبة جدا، يعني الحاجة متراكمة بطريقة رهيبة. شوفوا منظرها دلوقتي عامل ازاي. هنشوف بقى لما تتنظف، هنشوف الشقة ازاي. يعني الشقة جميلة ما شاء الله، بس للأسف الإهمال وصلها لمرحلة صعبة جدا، لدرجة ان الفتاة لوحدها ما قدرتش طبعا تشيل كمية الزبالة اللي كانت فيها، واستعانت بحد شال معاها. هي دلوقتي بتنظف مكان مكان، وهنشوف مع بعض النتيجة. وطبعا شقة بالمنظر اللي شفناه في الأول مع بعض ده استحالة تتنظف في يوم واحد. الفتاة طبعا نظفته على كام يوم لحد ما وصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها مع بعض دي. طبعا لأنها بتشتغل بكل حب،
طلعت نتيجة مبهرة الصراحة. النتيجة جميلة جدا والشقة فرقت جدا. وهنا بعض الصور لقبل عشان تشوفي قبل كانت عاملة ازاي وبعد عاملة ازاي. اسيبكم في الفيديو تستمتعوا بيه، واتمنى من كل قلب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.